بعد نهاية المونديال فيفا كشفت على ترتيب أفضل 10 لاعبين عرب في مونديال 2026، والصدارة كانت من نصيب المغربي إسماعيل السيباري. إسماعيل اللي تألق بشكل كبير وكان من أبرز مفاتيح اللعب ديال المنتخب المغربي بالأهداف ديالو والتمريرات الحاسمة والتحركات ديالو اللي صنعت الفارق. في المركز الثاني احتلوا عز الدين أناحي اللي بصم على مونديال رائع وسيطر على وسط الميدان ديال المنتخب بالتمريرات الدقيقة وقدرته على ربط الدفاع بالهجوم، وكان عنصر أساسي في مشوار أسود الأطلس. في المركز الثالث جاء المصري إمام عاشور بعد مستويات قوية مع المنتخب الفراعنة وساهم بالأهداف والصناعة، بينما براين دياز احتل المركز السادس وقدم مونديال مميز بالصناعة ديالو للفرص والتأثير ديالو الكبير على الأداء الهجومي للمنتخب المغربي. أما القائد أشرف حكيمي فجاء ثامنا ووصل التألق على الرواق الأيمن بالصناعة ديالو للفرص والمساهمة الهجومية والدفاعية. هذا الترتيب ديال الفيفا كيعتمد على إحصائيات دقيقة بحال تأثير اللاعب في المباريات وجودة الأداء المساهمة هجوميا ودفاعيا والدور اللي لعبوا في مشوار المنتخب ديالو طيلة منافسات كأس العالم 2026.